الحمد لله اتكرمت في مسابقه الراوي واخدت المركز ولا تعالوا احكي لكم الاول. ده محمد حمدان صاحبي الفنان، في يوم بعت لي وقال انا لي دخلت في فئه الديجيتال كونتنت، وفي برضه فئه بتاعه الطبخ، فايه رايك تخش فيها؟ يعني ان شاء الله متاكد انت هتكسب. هو اللي عرفني المسابقه، وفي كلمه الا كلمه بعت لهم بافلوفا العطار، وده طبق بتاعي هقول لكم على حكايته بعدين. ولما ما شفتش الفيديو بتاعي على الصفحه قلت اكيد ما اتاهلتش، لحد لما الدعوه دي اتبعتت لي، فما كدبتش خبر وتاكس اسرع. في الحقيقه ما كنتش فاهم هتكرم ولا لا، لكن قلت احتياطي حضر كلمتين اقولهم لما اكسب. الايفنت كان لطيف جدا واسرع عابدين من جوه خطير، ودلوقتي وقت التكريم. هينادوا اسمك صدقني. الف مبروك يا فنان محمد، ما شاء الله حقق مركز اول في الفئه بتاعته، وعامل فيديو خطير لازم تتفرجوا عليه. الله، طب وانا يا جماعه هكسب ولا ايه؟ لحد لما لقيتهم بينادوا اسمي وبيقولوا الثالث مصطفى أسامة عن بافلوفا العطار. هتسكر. فيا رب دايما نفضل نحكي حكايات حلوه. ولو عايزين انزل لكم فيديو الطبق اكتبوا عطار في الكومنتات. سلام.